بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنعمل كيكة جميلة جدا وهشة جدا، وهنضيف لها مكون كده هيزيدها يعني هتبقى أطرى وكمان هشة جدا عن اللازم، هتبقى لذيذة يعني وحلوة قوي. طبعا انا نزلت ب4 بيضة وظرف فانيليا زي ما حضراتكم شفتوا كده في الكبة، يعني هخليهم يتخفقوا كتير قوي، لان البيض لما بيتخفق بيبقى طبعا هش كده ولذيذ. وده كوباية سكر كبيرة اللي هي كوباية العصير، لاني انا معايا 4 بيضة فمحتاجة، هتبقى كمية الكيكة كبيرة، محتاجة سكر اكتر، فانا مش هاخد مج الشاي، لا انا خدت كوباية العصير مليانة سكر. طبعا خفقتهم كويس مع البيض لغاية ما لونهم يبقى ابيض جميل. ودي كوباية زيت اللي هي مج الشاي عامة، عشان المادة الدهنية متبقاش كتيرة برضو، فكده مناسب جدا طبعا. وكده هيتخفقوا كمان لحد ما يتمزجوا في بعض. شايفين بقوا ازاي هش جدا وخفيف الخليط وجميل جدا. طبعا انا كده ضفت البيض والسكر والزيت. هنا بقى معايا دي كوباية لبن برضو كبيرة، هاخدها على النار ادفيها، وبعد كده دي نص معلقة شاي اللي هي خميرة النشادر بتاعة البسكويت، هتبقى حلوة قوي في الكيك النهاردة، وهتطعمه وهتخليه خفيف وهش. طبعا انا مسخناها مش غلياها، فمش هنزل برضو بيها كلها مرة واحدة، شوية بشوية عشان خاطر البيض معايا ما يستويش. فكده انا نزلت شوية وخفقت، ودي باقي الكمية اللي كانت متبقية معايا برضو نزلت بيها مرة تاني، وكده انا خفقت مرة كمان من بعد ما نزلت باللبن اللي فيه تقريبا يعني ربع معلقة النشادر بمعلقة الشاي. مش هنكتر قوي، احنا هناخد حاجة خفيفة جدا هتديها طعم وطراوة لذيذة قوي. حبيت اطعمها برضو اني انا عندي بودرة مانجا، دي حطيت لها معلقتين عشان تديني طعم مانجا، او ممكن طعم برتقال لو مثلا برتقال، او ممكن تبقى سادة من غير اي حاجة، مفيش مشكلة. يعني احنا بنحاول نقترح بعض الحاجات اللي تزود من طعم معانا، بس لو مش موجود يبقى خلاص ما فيش مشاكل. طبعا دوبتهم كويس بالهاند بلندر لحد ما اختفوا جدا عشان ما تبقاش فيه اي حبيبات معايا. وهنا طبعا دي كمية الدقيق اللي انا هشتغل بيها، هو هنا ما يعادل 2 كوباية بمج الشاي طبعا، ولو احتجت هحط تاني، ما احتجتش واستكفيت على كده هيبقى كويس قوي. وكمان معاهم ظرف بيكنج باودر، وقلبتهم كويس لحد الدقيق ما اختفى جدا، ما يفضلش معايا حبيبات. واضح ان عجينة الكيكة عجبت الاولاد وعايزين ياكلوها كده بيشدوا مني الطاجن ومحتاجين ياخدوها لسه نية طبعا. طيب هنا بقى ده الطاجن بتاعي انا دهنته، ونزلت طبعا كده بكل الخليط اللي معايا جوه الطاجن بالشكل ده. وطبعا لازم ارجه شوية من كل الجهات قبل ما ادخله الفرن، وانا مشغلة الفرن على 180 درجة على الشبكة، وخرجت معايا بالشكل ده. بعد ما استوت بقت بالجمال اللي شايفينه ده، جميلة جدا بجد وتحفة قوي طعمها.
طبعا هسيبها تبرد شوية واقلبها كده. بعد ما هي هديت شوية قلبتها بالشكل ده. جميلة جدا بصراحة ما شاء الله، رواق. ممكن اسيبها كده عادي، طعمها جميل. وممكن احاول اتدخل كده ان انا اديها شكل جمالي بسيط. ممكن اقسمها نصين واحشيها كريمة واشكلها على هيئة مثلا تورتايه، لان هي هشة جميلة جدا، فهي تنفع لكل حاجة بصراحة. بس انا حبيت طبعا اسهل على نفسي الوقت والتكلفة. فانا عندي صوص كراميل، ده صوص كراميل حضراتكم، فانا نزلت بيها كده اشكال عادي عشوائية كده هتديني منظر، وبرضو طعمه حلو قوي معاها. فاي شكل واي رسومات واي منظر الاولاد بيفرحوا بيه عامة، وبرضو بتزود من الطعم يعني، وبتبقى حلوة قوي ولذيذة. او زي ما حضراتكم شايفين كده من كل الجهات انا نزلت بخطوط رفيعة بالشكل ده تقريبا. انا شايفة ان هي جميلة يعني، شكلها مش وحش، حلوة قوي، فلذيذة فعلا. هو الصوص طبعا بشيله في التلاجة، فبيبقى محتاج قوة خارقة عشان ينزل معايا. فهنا طبعا انا شكلتها بصعوبة، لان الصوص طبعا زي ما حضراتكم شايفين بصعوبة بينزل. فطبعا ياريت تجربوا تعملوها، بصراحة جميلة هتعجبكم وهتعجب الاولاد كتير قوي في الشكل والطعم، لاني انا مجرد ما دقوها كده عايزين ياكلوها مني وهي لسه عجينة. طبعا شايفين الطراية، شايفين الهشاشة معايا وانا بقطعها، تحفة قوي، جميلة قوي، طرية هشة لذيذة جدا بمعنى الكلمة، جميلة شكلها جميل. الصوص ده طعم برضو لذيذة قوي بصراحة، ياريت تجربوها حضراتكم هتعجبكم، جميلة قوي فعلا. شايفين ان الشوكة ما بتاخدش فيها يعني، طرية 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 لدرجة يعني جميلة جدا. فشكرا ليكم، ياريت تشتركوا في القناة وتشيروا، تعملوا لايك وشير عشان ان شاء الله بأمر الله يوصل لكم الجديد مننا. وبنحاول بقدر الامكان نعمل حاجات سهلة في بيتنا ولذيذة وبأقل تكلفة، وإن شاء الله نتقابل على خير يا رب، وأسيبكم في رعاية الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.